اهلا بكم يا ابطال. حلقه النهارده مليئه بالمشاعر، وكمان هنشوف فيها اقوى جندي واقوى سلاح في قوات الدفاع. المهم عشان ما اطولش عليكم نبدا. والحلقه بتبدا باجتماع في المقر الرئيسي لقوات الدفاع عن كايجو رقم 8، وكل واحد بيقول رايه، في اللي عايز يقتله وفي اللي شايف انه ينفع يكون سلاح قوي وفي اللي عايز يستخدمه في التجارب، ومستغربين ازاي كايجو زي ده كان موجود في الفرقه الثالثه من غير ما حد ياخد باله. والقائد بيقطع الكلام وبيقول النقاش ده مش هيفيد دلوقتي، المهم نستلمه من الفرقة الثالثة وبعدين نقرر هنعمل ايه. وبنروح لكافكا اللي مقبوض عليه وهو سرحان بيفكر وبيقول كان يوم زحمة قوي، يا ترى ايه اللي هيحصل لي. بيفتكر كلام كوكورو لما قالت ان كايو القوي بيتحولوا لأسلحة، وبيقول في نفسه كنت قربت احقق حلمي وابقى جنب مينا، بس هي شكلها زعلانة جدا. وفجأة مينا والرقيب بيدخلوا عليه عشان يسلموه القيادة، وكافكا بيحاول يعتذر للرقيب بس الرقيب بيقول له اسكت عشان طبعا في كاميرات في المكان. ولما كافكا بيخرج بره المبنى بيكون الجنود كلهم واقفين للتأمين، فكافكا بيقول في سره مش قادر ابص في عيون رينو، هو عمل كتير عشاني، اكيد زعلان مني، وبيفكر ان كل حاجة خلاص انتهت. بس فجأة رينو بيطلع من مكانه وبيقول لكافكا انا متأكد انك هترجع، فاهم؟ فمينا بتقول رينو هيعمل 50 تمرين ضغط عقابا على كلامه من غير اذن، وبعدين بتقول له المكان هنا مفهوش كاميرات. فبتبدأ تاخد راحتها وبتقول له لما اندفعت عشان تنقذنا كلنا من غير تردد اتفاجأت في الأول لما شفتك كايو، بس لما فكرت لقيت إن ده أنت وده طبعك، إنك بتحاول تساعد كل الناس. ودلوقتي هجمع شهادات وفيديوهات تثبت إنك إنسان، وهكتب تقرير يدافع عنك، وعايزك تعرف إن مفيش حد في الفرقة الثالثة بيعتبرك عدو. وبعدين بتقرأ التهم بتاعته بس كافكا بيقاطعها وبيقول لها لسه ممكن احاول ابقى جنبك. فمينا بترد ايوه انا دايما هكون في انتظارك. فكافكا بيفرح قوي وبيعيط من الفرحه. والعربيات بتتحرك والرقيب بيامر الجنود يعملوا تحيه، فمندوب القياده بيستغرب وبيسال انتوا بتعملوا ايه؟ والرقيب بيرد بنعمل تحيه للنقيب مينا، بس الحقيقه انه كان بيودع كافكا بس بطريقته. وفي المقر الرئيسي كافكا بيتحبس ورا 31 حاجز امان، وبعدها بنرجع للفرقه الثالثه واصحاب كافكا كلهم قلقانين عليه، كل واحد بيحكي عن موقف كافكا أنقذه فيه. ورينو كمان قلقان جدا، ومينا بتكلف موظفة في قسم المعلومات تجمع كل حاجة عن كافكا، والموظفة متحمسة تساعده. والرقيب سرحان وضابط بيسأله هيحصل ايه لكافكا. الرقيب بيرد أنا محتاجه هنا، لما تقاتلنا ما استخدمش قوته كلها، هو فاكر نفسه مين، والمرة الجاية هنتقاتل بقواتنا الكاملة. وكوكورو كمان بتروح لوالدها قائد قوات الدفاع وبتطلب منه يخفف الحكم على كافكا عشان أنقذها، فبيديها ورقة فيها إشاعة عن نواة الكايو اللي جوه كافكا. النواة شكلها زي القلب، وبيقول لها يعني هو مش إنسان، افتكري الكايو اللي قتل أمك، ولو فهمتي امشي من قدامي. بس وهي ماشية بتقول له أنا عايزة أثق فيه. وبتشوف كافكا سرحان وبيفتكر كلام رينو وأصحابه، بيقول عندي كتير أقوله ليهم، مش هستسلم وهرجع لهم. وفي الفرقة الثالثة مينا بتبلغ الجنود الموهوبين إنهم هيتنقلوا لفرق تانية، لأن القاعدة تدمرت بنسبة 75% ومش صالحة للتدريب. ومع زيادة قوة الكايجو وكمان ظهور كايجو زي رقم 9 ورقم 10 محتاجين جنود أقوى. الأول بيعترضوا فاكرين إن ده بسبب كافكا، بس لما رينو بيوافق الكل بيوافق. وبنرجع مرة تانية لكافكا وبيفتكر كلام مينا لما قالت لو قدرنا نثبت إنك إنسان ممكن ننقذك، وبيقول مينا صح هخليهم يصدقوني. بس فجأة قائد قوات الدفاع بيدخل، وكوكورو هي الوحيدة في المدرجات من الفرقة الثالثة، طبعا بسبب والدها اللي هو أكبر واسطة. وكافكا بيصرخ أنا مش كايو، فالقائد بيأمر يفك قيوده، فالموظف بيقول للقائد ده خطير، ده كايو رقم 8. فبيرد عليه انت هبل، انت عارف انت بتكلم مين؟ بعدين هو لو عايز يتحرر هيكسر القيود دي بسهولة. فبيفكوا القيود، بس فجأة القائد بيضرب عليه نار وبعدها بيهجم عليه وبياخد منه عينة دم، وبيقول اللي يقدر يصد الرصاص بإيده المجردة مش إنسان يا كايجو رقم 8. فكافكا بيرد أنا مش كايجو رقم 8، أنا هيبنو كافكا. فالقائد بيقول طيب، وبيبدأوا يجهزوا أسلحته المستخرجة من كايجو رقم 2، وبيقول جاري التخلص من كايجو رقم 8. وكافكا بيفكر إنه مش هيتحول لكايجو بالكامل وهيثبت إنه إنسان، وهوب بيحصل هجوم سريع من القائد، وكافكا بيفقد إيده بسهولة وبيكمل هجوم. وبيقولوا عن القائد إنه أقوى جندي في تاريخ قوات الدفاع. فالقائد بيقول لكافكا شكلك بقى زي الكايجو دلوقتي، وبيظهر من جنبه وبيهجم عليه. فكافكا بيحاول يهرب وبيقول لو خدت ضربة منه هموت،
لازم افضل اتحرك لحد ما بدلته تسخن. بس القائد بيضربه بهجوم قوي بيخليه يلبس في الحيطة، وجسم كافكا بيستجيب بطريقة غريبة وبيقول كأني بأقاتل كايو. وده طبعا لأن البدلة بتاعت القائد مستخرجة من كايو رقم 2 واللي كانت عنده قوة تدميرية مهولة. وكافكا بيفتكر كلام كوكور عن الأسلحة دي، وهو بيهرب بيكتشف انه فقد ايده ورجله وبياخد هجوم قوي تاني، فبيضطر يتحول لهيئته الكاملة عشان يصده. فالقائد بيقول اخيرا بانت حقيقتك يا كايو رقم 8. فكوكورو بتحس بحاجة غلط، وكايو رقم 8 بيطلق صيحة قوية بتهز المكان كله. وبنشوف كافكا في مكان مظلم جوه الكايو بيقول خلاص انسى اني اثبت اني انسان، انا دلوقتي كايو بالكامل. فالكايو بيقول له اقتل الكايو، وبنشوفه بيتحرك بسرعة كبيرة زي الظلال. فكوكورو بتصرخ انت انسان صح يا هبنو كافكا، وهو على وشك يهجم على القائد. الحلقة بتخلص، اشوفكم فيديو قادم، سلام.